وكالعادة تبدي رحلتنا من أجمل شوارع بغداد اللي هو شارع هيثم. ماكو عراقية ما زايرة هذا السوق اللي هو سوق البالة مدينة الكاظمية المقدسة. حبايب قلبي اليوم خلونا ناخذ رحلة بسيطة وجميلة أشوفكم بها مدينة الكاظمية المقدسة وسوق الكاظمية وبالة الكاظمية. حياكم الله، خليكم ويانا. وهنا أنا حبيت أجرب شعور الكيا، والله يديمك يا رخص، والنفر 500 دينار. وبالصدفة شفت هذا المطعم، اللي يعرف اسمه واللي يعرف مكانه يكتب لنا بالتعليقات. الله يا بغداد وشوارعها الجميلة والنظيفة. طبعا هذا الشيء لفت انتباهي لأن شوارع بغداد كلش نظيفة وحلوة. بعد ما ركبت كيس 500 دينار وصلتنا ساحة عدن. من ساحة عدن راح نتوجه إن شاء الله لمدينة الكاظمية. وهنا تفاجأت لازم أركب سيارة ثانية حتى أوصل لمدينة الكاظمية. وركبت تاكسي وأكيد هم النفر ب500 دينار. وهنا وصلت الأشهر ساحة بمدينة الكاظمية وهي ساحة الزهراء، ومعروفة طبعا شعبيا باسم الشوصة. وهنا وصلنا للسوق، وأول عربانة مال كفرات كل 3 بألف. وهنا وصلنا لسوق باب الدروازة، السوق المسقف اللي هو أرخص سوق شعبي ببغداد، تحديدا منطقة الكاظمية. وهنا الحج يبيع أنواع القراصات ب1000 دينار. هنا الأسعار على 8 وعلى 10,000 دينار كل القياسات. وهنا أي جنطة تعجبك ب5000 دينار. وهنا دهينة الكاظمية، اذكرونا بالتعليقات ايش وقت آخر مرة أكلت دهينة. حجي حسن العطار أكيد غني عن التعريف، أرخص عطار بالكاظمية وكل شيء عنده. أي ليفة تعجبك عمل يدوي ب1000 دينار، وسوي تاكل صاحبك وقول له شو وقت تصبح. أدري هذا شلون قنعها واشترى لها ذهب برازيلي وقال لها ذهب حقيقي. أخاف أقولكم تعبت وما تصدقون، بس قلت خل أجرب مرطبات سيوفي ونشرب لنا عصير بارد. نزلت رمان القلاص ب1000 وكلش طيب، وقلت خلي أنزل بعد مشمش وأجرب المشمش. والله تقييمي 10 من 10 طيب. واي واحد يروح للكاظمية انصحه يجرب مرطبات سيوفي. وهنا سقطتهن وقلت خلي اكمل الرحلة. طبعا الام اللي تزور الكاظم وما تشتري من ذني زعاطيتها تنقلب البيت جحيم. من بعد ما كملنا جولة سوق المسقف اللي هو سوق باب الدروازة،
راح نتوجه للزيارة، ومن بعد ما نكمل الزيارة نكمل جولتنا شعار المراد. اخوان، اي واحد عنده زيارة، اذا كانت عنده حقائب، عنده بضائع، عنده تليفونات، عنده ذهب، اكو هنا موجودة امانات ومؤمنة 100%. تخليهن تروح تزور تكمل وترجع تاخذها. قديش الحاجة ضلعين؟ وهنا بعد ما كملت الزيارة وشوف المنظر الجميل، دعيت لكم يا اخوان وحبايب قلبي. خلونا نكمل جولتنا بشارع المراد، ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. العملية الله شاهد. وهنا أنا شفت هوسة، قلت خلي أشيت أشوف ايش دا يصير. طلعوا دا يوزعون بلنقة وبارد ويريح القلب، بس شنو ما عندهم قلاصات. قلت خلي اروح ادبر لي بطل، لان بصراحة انا ضعيف امام البلنقة. قلت خلي ادبر لي بطل ونشرب البلنقة البارد ونكمل جولتنا. وهنا لفت انتباهي هذا المجمع المقرود سودا عليه، مجمع كامل مكمل شبابي بأرقى أنواع الملابس، الماركات شباب، ماركات عالمية، أنواع الأقمشة.
وبأرخص الأسعار، بس للأسف الشديد كان فارغ ما حد يزوره. وطبعا شباب معروفة الكاظمية، اللي يروح ما يحير لا بأكل ولا بشرب ولا بشاي، كل شي موجود. يا أخي ما تصرف ربع دينار والله العظيم، شي عجبك، أنواع الأكل، أنواع المشروبات، أنواع العصاير، شاي موجود، كعك موجود، جبن موجود، ثمن وطيمة، فاصولية، كل شي موجود، ما تحير. العودة ان شاء الله، العودة بس خاشوق يا احمد، امك خاشوق ثابتين ضلعين عسول بس خاشوق. ومن بعد ما صمطت لي ماعون ثمن وقيمة، جيت ارجع على الحجي واصمت لي شاي معدل ابو الهيل. يا اخي طيب والله العظيم، طيب الشاي مالتهم، واللي ما شارب شاي ابو علي عمره خسارة. وهنا حبيت اشوفكم هذا المجمع النسائي بانواع الدشادش كلها على 5 ب2 ب5 وب7 وب6 وب10. اذا تريد تتزوج تعال يا اخي، تعال فلس ونص. وهنا الحج قاعد على صفحة ويبيع 2 ب5000. اي دقاشة تعجبك 2 ب5000 دينار. ولك حجي على ايش قد عمي؟ اي لعبة تعجبك ب1000 دينار فرح بها الطفل. وهنا أنا وصلت المركز قاهر. الأسعار طبعا أجمل وأروع مجمع ألبسة شفته بمدينة الكاظمية. طبعا أكيد الواجهة الإعلانية يا أخي باوع الجمال والحسن، كل شي عنده، يعني ما تحير. مع العلم الملابس بفلس ونص وأنواع الماركات. شوفوا لي هاي الجنط الحلوة، بوريدكم من يمكم تقيمون سعر الجنطة ايش قد. قطع الاسطن ب1000 دينار، 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 قطع الاسطن ب1000 دينار. هذا 4